وحشتوني جدا جدا ورجعت لكم بفيديو جديد. هنعمل النهاردة شوية حمام هتاكلي صوابعك وراهم. اللي أول مرة يشوفني أنا ميمي ودي قناتي. اعملوا اشتراك وانضموا لأحلى عيلة، وليه متابعيني انزلوا حطوا اللايك، وعايزين كلنا نصلي على نبينا الكريم في الكومنتات عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا على أجمد فيديو. طب يلا بينا. مبدئيا كده هنجهز شوية حشوات، رز وفريك وحاجات حلوة كتير قوي. جبت حلتين ونزلت بالبصل. انا هقول لكم المقادير بتاعه الحله الواحده والتانية زيها بالظبط. دلوقتي تقريبا حطيت بصلتين ايه، بصلتين وسط او بصلايه واحده كبيره، يعني زي ما يكون عندكم متوفر، على شويه كده من الزيت، وهديهم تشويحه حلوه. اول ما البصل يبدا يكرمل معايا نزلت عليه بمكعب زبده صغير قوي، تقلبتين كده، وهنزل عليهم بمعلقه توم صغير. انا عاوزاه بعد كل خطوه كده اديهم تقليبه علشان كل المكونات تختلط ببعض. هنزل بقى بعود قرفة، ملح، الملح طبعا حسب الرغبة، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، وهديهم برضو تشويحة كده. هنزل بقى في الحلة الاولى بالفريك، دول كوباية ونص، يعني المقدار بيكون نص كوباية لكل حمامة. نص معلقة صغيرة من البهارات كمان، وهديهم برضو تقليبة. البهارات طيب عبارة عن ايه؟ البهارات دي انا عاملاها في البيت. دي ورق لوري وحبهان وجوز الطيب وكبيبة صيني وبصل بودر وتوم بودر. بضربهم كلهم في الكبة، وبكده بيكون عندك بهارات مميزة جدا. في الحلة التانية حطيت بقى الرز والبهارات برضو. هنجيب بقى الحمام. بصوا اللهم بارك، الحمام كان تحفة، وكان ما شاء الله هو اصلا حجمه كبير، يعني ما كانش حجمه صغير خالص. انا بيجيلي مخصوص علشان يطلع بالحجم الحلو ده. انا بوريه لكم من كل الجهات علشان تشوفوا تفصيله وحجمه من كل ناحية. تعالوا بقى نحشيه مع بعض. وخلي بالكم في المرحلة دي، لان انت ممكن تعملي خلطة حلوة جدا وممتازة، وتبقي جايبة الحمام بلدي وطعمه حلو ومسكر، ولكن بسبب الحشو يفرقع منك وهو بيتسلق او هو بيتحمر، وما تعرفيش تقدميه. فركزي جدا في الخطوات اللي انا هعملها معاكي دي. في اي صينية عندك هتفردي عليها الخلطة، وبعدين هتبدأي تحشي قلب الحمامة، وما تكبسيش الرز. اهم حاجة ما تكبسيش الرز. وبعدين هحشيها من عند الرقبة. واهم حاجة اهو بقولها لتالت مرة، ما نكبس الحشو. ايا كان رز او فريك، ما نكبس الحشو. علشان في ناس بتفتكر ان لما باجي احشي الحمامة او الفرخة فلازم اديها الشيب بتاع المليان، ان انا لازم ابقى ملياها كده علشان لما اقدمها على السفرة بتاعتي تبقى لما على بعضها. لا، انا اي حاجة بحشيها رز او فريك لازم اسيب مساحة للحشو ده ان هو يستوي، خاصة ان حجمه بيتضاعف. فانت عندك مثلا بطن الحمامة او بطن الفرخة هتحشيها لحد النص، وهي هتملى النص التاني، وهكذا الرقبة هتحشيها للنص وهو هيملى النص التاني. طيب في حالة ان انا ما سبتش المساحة دي ومليتها وخليت شكلها حلو قوي وهي لسه ما استوتش او ما حطيتهاش على النار، هتفرقع طبعا. عشان الحاجة دي تاخد مساحتها وتستوي فهتبدأ ان هي تنفش وهتفرقع. وحشيت كمان بين الجلد واللحم. وبعد كل مرحلة من الحشو لازم اتك بايدي كده واتأكد ان الخلطة مفرودة قدامي. عارفين زي ايه؟ زي المنبار، برضو بيكون مفرود كده، واول ما بينزل المية هو بيلم على بعضه. هكذا الحمام او الفراخ لازم الحشو يكون مفرود كده، وهو اول ما هينزل في المية هيلم كله على بعضه. هبدأ بقى أكتف الحمام من رجليه وأقفله من عند البطن كده بخلة أسنان، وكمان من عند الرقبة هبدأ برضو أقفله بخلة أسنان. خلصت حشو الرز وبدأت أحشي الفريك، وعشان ما أطولش عليكم الفيديو أكتر من كده أنا هحشيهم وهرجع لكم تاني. حشيت الكمية كلها ونزلت بيهم في مية سخنة فيها بصلاية وطماطماية، أو علشان لو الكمية عندك أكبر حطي بصلتين طماطمتين على حسب الكمية اللي انت هتسلقيها. وعليهم كمان شوية من البهارات، يغلي تقريبا من 20 ل 25 دقيقة وتطلعيه. هو في المرحلة دي هيكون استوى، ما تقلقيش خالص. طيب هعرف ان هو استوى ازاي؟ الحمام ذات نفسه بيستوي بعد ربع ساعة بالظبط، يعني 15 دقيقة.
طيب 20 ل25 ليه؟ علشان الرز او الفريك يكون استوى. لو سبتيه اكتر من كده هيتهري ومش هتعرفي ان انت تحمريه. بتطلعيه من الشوربة وبتحطيه في مصفى يهدى شوية من ربع ساعة لنص ساعة كده في الجو البرد اللي احنا فيه. بعد ما بيهدى ويطلع كل البخار اللي جواه بتبدأي تنزليه في زيت وتحمريه عادي جدا. بس انا للاسف عشان ضغط الاوردر كان عندي كبير ما قدرتش ان انا اصور لكم وانا بحمره. وبالهنا والشفا للي راح لهم وكلوه. انا اقدر اقول لكم ان ريحته كانت قلب البيت حرفيا، وشكله ولمعته بيتكلموا عن نفسهم فانا مش هتكلم فيهم. اما بقى عن الطعم فانا هسيب لكم لما تجربوا الوصفة وترجعوا لي بالنتيجة. وبكده نكون خلصنا وصفة النهاردة. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.